سبب وفاته أغرب مما تتخيلون، وليه فاروق الفيشاوي طلعه من تلاجة الموتى. الفنان إبراهيم يسري معروف بتقديمه للأدوار الصعبة. اتولد الفنان إبراهيم يسري 20 إبريل 1950 والوفاة 20 إبريل 2015. اتولد في مدينة المنصورة وله أخت واحدة أكبر منه ب15 سنة. توفى والديه وفي المرحلة الإعدادية. ربته أخته الكبيرة لأنه يتيم الأبوين. عاش في المنصورة مرحلة الطفولة والابتدائي والإعدادي والثانوي، ودايما كان بيلتحق بالفرق التمثيلية في المدرسة حتى أصبح من المميزين في التمثيل. مثل على مسرح المنصورة القومي. حب التمثيل منذ الصغر، وبعد نجاحه في الثانوية العامة دخل كلية التجارة لمدة عامين. كان نفسه يتمنى يدخل كلية الطب، لكن مجموعه في الثانوية العامة حال بينه وبين حلمه، لكنه كان مهتم بالتمثيل. تعرف الفنان إبراهيم يسري على الفنان إبراهيم عبد الرازق اللي كان صديقه المقرب، وكان عارف إنه ممثل ممتاز، وده لما تقابله على مسرح المنصورة شجعه الفنان إبراهيم يسري إنه يقدم في معهد الفنون المسرحية. ونزل إبراهيم يسري من المنصورة إلى القاهرة. الفنان إبراهيم عبد الرازق عرفه على الفنان الكبير الأستاذ محمد صبحي، وهو اللي دربه قبل امتحانات المعهد. ونجح الفنان إبراهيم يسري في امتحانات المعهد، كانوا بيستعينوا بيه وهو طالب لسه في المعهد في أدوار على مسرح الطليعة والمسرح القومي. تخرج من المعهد 1975، وبعد التخرج قرر الإقامة في القاهرة عشان يكون قريب من المجال. اشتغل فترة كبيرة على مسرح الطليعة، وبعدها اشتغل في التلفزيون، وكان أول أدواره في التلفزيون في مسلسل أهلا بالسكان مع الفنان الكبير الراحل حسن عبدين، وده كان في بداية الثمانينات. شارك في العديد من المسلسلات زي المحروسة 85، شهد والدموع، ثم بدأ في السينما وكان أول أفلامه البريء والمشنقة 86. شارك في نفس العام فيلم عودة مواطن، لتتوالى بعدها أعماله ما بين السينما والتلفزيون. وشارك إبراهيم يسري في عشرات الأعمال التي من أبرزها ليالي الحلمية، وامرأة هزت عرش مصر، ومرجان أحمد مرجان. تميز بالأدوار الصعبة زي الراجل السيكوباتي والمريض النفسي والراجل اللي بيتهته في الكلام، وكانت الأدوار دي صعبة مش أي حد يعملها ويؤديها بإتقان زي الفنان إبراهيم يسري. مثل في الشهد والدموع وعصفور النار ورحلة السيد أبو العلا البشري وحديث الصباح والمساء وهلا والدراويش وليالي الحلمية والمال والبنون وهوانم جاردن سيتي والليل وآخره. آخر مسلسلاته كش ملك وجوز ماما. أما الأفلام الإرهابي والسادة الرجال فيلم ثقافي، على الرغم من أنه لم يحصل على بطولة مطلقة إلا أنه كان مميز أي دور يقوم به، وكان قريب جدا من الجمهور، وكان من أصدقائه المقربين داخل الوسط الفني الفنان سامي العدل والفنان فاروق الفيشاوي والفنان عماد رشاد. الفنانة سميرة سعيد المطربة المغربية كانت قريبة جدا من العيلة، لأن زوجة الفنان إبراهيم يسري مغربية. سميرة سعيد كانت صديقتها المقربة. الفنانة سميرة سعيد داعمة لأبنائه. الفنان إبراهيم يسري عنده بنت اسمها هنا إبراهيم يسري دخلت الفن والتمثيل، وهي اللي غنت أغنية بنت أبوها المشهورة. ابن الفنان إبراهيم يسري دخل التمثيل، وهو من الشباب الصاعد في التمثيل. كل المقربين في الوسط الفني للفنان إبراهيم يسري وعصروه بيقولوا عنه إنه كان إنسان خلوق ومحترم وراقي وطيب ومحب لأهله والأصدقائه. وقال عنه الفنان الراحل سامي العدل إنه عمره ما سمعه بيتكلم على حد ولا بينم على حد ولا بيشتم على حد. طلعوا كمان عليه إشاعة وهو عايش إنه شيوعي، وده طبعا كلام غير صحيح. ده لأنه كان إنسان محبوب من الجميع، من جميع زملائه داخل الوسط الفني، من جمهوره كمان. في 18 إبريل 2015 تعب عادي، ظنوا أن هي وعكة بسيطة وهتعدي. أهل بيته خدوه بالعربية وطلعوا بيه على المستشفى للإطمئنان. كان الضغط واطي شوية، لكن في المستشفى حالته ساءت ودخل العناية المركزة وقعد فيها 24 ساعة. فاجئ الجميع يوم 20 إبريل 2015 بالوفاة اللي صدمت الأهل والوسط الفني كله عن عمر ناهز 65 عام. أما عن الموقف اللي عمله الفنان فاروق الفيشاوي بعد سماعه خبر وفاته، طلع على المستشفى جري وأصر على إنه لازم يفتح ثلاجة حفظ الموتى لإلقاء النظرة الأخيرة على زميله صديقه صاحبه. فعلا دخل فاروق الفيشاوي وحضن إبراهيم يسري، فضل يبكي وطلع بالعافية من الحجرة. كان فاروق الفيشاوي في حالة انهيار تام. ربنا يرحم الجميع ويتغمدهم بكامل الرحمة والمغفرة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة ولايك.